عمرك تخيلتي شحال ديال الطاقه كتضيع علينا غير حيت مسوقين وردين البال الناس شنو كيقولوا علينا؟ مسوقين شنو قال فلان وعلاش فلانه ما جاوباتش، علاش فلان شاف فيا ديك الشوفه وعلاش ديك التصويره ما جابتش لي لايك بزاف. بلا ما تحس كتلقى راسك وليتي عبد الاراء الناس والاحداث ما عندك فيها حتى دخل، كتولي بحال شي ورقه الشجره اي ريح جات كتحركك فين ما بغات. وفي المقابل كنشوفوا واحد النوع د الناس كيبانوا باردين ما مسوقينش وضاربين الدنيا بركله، دوك اللي واخا مشاكل الدنيا كيبقاو كالم وما مسوقينش. وكتسول راسك شنو هو السر؟ السر ماشي حيت هما باردين او عندهم شي حاجه ما عندكش، السر هو انهم اكتيفين ايكونومي دينيرجي ومتفوقين عليك بواحد المهاره واعره اللي هي فن عدم الاهتمام او اللامبالاه. وهاد المهاره واخا تقرا كاع كتب التنميه الذاتيه ما غاديش تاكتيفا عندك لانها برمجه عصبيه، خاصك تبرمجها بالتدريج وسطر على ديك بالتدريج، لان العقل الباطني ديالنا ما كيقبلش تغيير الفجائي اللي كيجي دقه واحده. الفيلسوف الرواقي الروماني إبيكتيتوس اللي دوز حياته كامله كيدرس النفس البشريه حط لنا واحد القاعده الذهبيه بلي في هذه الحياه كاينين شي حوايج داخله في التحكم ديالنا وحوايج اخرى خارجه على نطاق التحكم ديالنا. وكيقول لك بلي العذاب او المعاناه ديالنا في هذه الحياه جايه من حاجه واحده، هي اننا كنحاولوا نفرضوا السيطره على شي حوايج اللي اصلا خارجه على دائره التحكم ديالنا. مثلا راي الناس فينا، تصرفاتهم معنا، كلامهم علينا، الماضي، الجو، الكوارث الطبيعيه، الحروب، قرارات الدوله، هادو كاملين خارجين على دائره التحكم ديالنا. واي تفكير فيها كيستنزف لينا الطاقه بلا حتى شي فايده. ملي كتسوق لهذا الشيء بحال عطيتي الريموت كنترول ديالك لشي واحد وكيدير فيك ما بغى. ولكن كيفاش ما تسوقش مثلا شي واحد سبني او نقص من قيمتي؟ هذا السؤال صديقي غلط، والسؤال الصحيح هو واش بالصح يقدر شي حد يهينك او ينقص من قيمتك؟ وهنا مهاتما غاندي في مقوله وحده غيلخص لينا الجواب ديال هذا السؤال، وقال تا واحد ما يقدر يأذيك او يهينك الا ما عطيتيه الاذن. فعلا تا واحد في هذا العالم ما عنده القدره باش يهينك، واخا يسبك واخا ينقص من قيمتك، هذا الشيء كامل كيبقى مجرد اصوات وصور ومؤثرات. الاهانه بصح ما كتوقعش من اقوال وتصرفات ديال الناس علينا، الاهانه كتوقع ملي كيخليوك تيق انه نقصوا من قيمتك. يعني الاهانه بصح كتجينا من الداخل. هنا ايبيكتيتوس اللي عاش تجربه العبوديه وفهم الحريه النفسيه مزيان قال لك ماشي اللي كيعايرك ولا اللي كينقص من قيمتك هو اللي كيهينك، الحكم ديالك بان الفعل ديالو اهانه هو اللي كيهينك. شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ كل ما غضبتي من شي حد عارف بلي الفكره اللي عندك في دماغك هي اللي غضباتك ماشي الفعل ديالو. يعني ما عمرك تعطي لشي واحد بغا ينقص منك او يهينك قيمه لداك الشيء اللي كيقول، لان ديك القيمه اللي كتعطي لكلامه هي اللي كتخليك تحس بالاهانه ماشي كلامه. دابا اجي نهضروا علميا. الاهتمام ديالك راه ماشي بحال شي بير ما كيتسالاش، هو بحال واحد الميزانيه او واحد البيدجي محدود عندك كل نهار. فتخيل معايا عندك 100 درهم ديال الاهتمام في النهار، الا خسرتي 20 درهم حيت شي واحد قمعك في الطريق، و30 درهم حيت خفتي من المستقبل، و40 درهم حيت بقيتي حاضي الصوريه د الناس، شحال غيبقى لك انت لحياتك، لخدمتك، لراحتك؟ دماغنا شحال هادي كان مبرمج باش يهتم بكل شيء، حيت ديك الساعه كان الاهتمام كيعني النجاه وعدم الاهتمام كيعني الموت. ولكن اليوم هاد البرمجه العصبيه ولات كتخدم ضدنا، حيت في العصر اللي عايشين فيه دابا ما بقيناش كنواجهوا اخطار طبيعيه ولا حيوانات مفترسه كل دقيقه، الحاجه اللي كتخليك واجب عليك ترد البال. ولكن كنواجهوا بزاف ديال الاخبار، المقارنات، التعاليق والتفاصيل الصغيره اللي كتستهلك طاقتنا النفسيه بلا ما نحسوا. والدماغ ديالنا ما كيعرفش يفرق بزاف بين خطر حقيقي وخطر وهمي، كيتفاعل مع تعليق بسيط ولا مع خبر عادي بحال الا تهديد مباشر، وكيصرف نفس الطاقه تقريبا. داكشي علاش خاصنا نديزاكتيفيو داك الاهتمام على بزاف د الحوايج، لحقاش منين كتفرق اهتمامك على كل شيء كتولي مشتت وكتحس بالارهاق، واخا تكون ما درتي حتى مجهود بدني، وهذا هو سبب العيا اللي كنحسوا به ديما. ولكن منين كتقرر بوعي فين تحط اهتمامك كتسترجع القوه ديالك. والاهتمام ديالك صديقي داير بحال شي عمله، الا صرفتيه كامل على شي حوايج اللي لا علاقه ما غيبقى لك والو للحاجات اللي فعلا كيستحقوا، بحال صحتك، عائلتك، اهدافك ومستقبلك. ماشي معنى ما تسوقش انك تولي بارد او اناني، ولكن المعنى انك تختار المعارك ديالك بالعقل. اي نقاش، اي استفزاز، اي مقارنه، سول راسك واش هذا الشيء غيزيد بيا لقدام ولا غير غيضيع ليا الوقت؟ واش عنده شي تاثير على حياتي ولا لا؟ الى الجواب لا، خليه يدوز، ما تسوقش ليه. حيت النضج الحقيقي يا صديقي ماشي هو انك تهتم بكل شيء، ولكن انك تعرف شنو اللي يستاهل اهتمامك وشنو اللي ما يستاهلش. ومنين كتعلم تفلتري، حياتك غتولي احسن وقراراتك غتكون صحيحه وما غتبقاش تحس بداك العيا الزايد. قوه ما تسوقش ماشي هي تولي قاسي ولا بلا قلب، هي انك تكون سقران في الاهتمام ديالك. ملي غتبدا تطبق هذا الشيء غتحس بواحد الثقل تحيد لك من كتافك، غتولي كتشوف المشاكل وصداع الراس بحال شي شتا طايحه وانت ورا الزاج، كتشوفها ولكن ما كتقيسكش. وكخلاصه صديقي تفكر بلي حياتك قصيره بزاف، وباش تعيشها على قبل سيناريوهات رسموها لك ناس اخرين ما بلانش. الحل صديقي خذ الريموت كنترول لحياتك في يدك وما تخلي حتى حد اخر يتحكم فيك. الله